بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنناقش نقطة جديدة، هي السيزميك ديزاين كاتيجوري طبقا لكود الاسكي 722. هنبدأ الأول إن احنا نربط الموضوع ده مع الكود المصري. الكود المصري بيقسم الجمهورية لمناطق زلزالية من أول المنطقة الأولى لحد المنطقة الخامسة ب. ولو جينا مثلا على منطقة زي القاهرة هتلاقي بيقولك إن هي منطقة زلزالية تالتة، وبيديك قيمة العجلة الأرضية التصميمية اللي هي بوينت 15 جي. الكود الامريكي فيه ابروتش مشابه ولكن باختلافات بسيطه. ايه الاختلافات؟ اول حاجه ان هو ما بيدينيش بوينت 15 جي كقيمه واحده، هو بيديني قيمتين، قيمه اسمها الاس سب 1 والقيمه الثانيه اسمها الاس سب اس، ولكن قيمه السيزميك ديزاين كاتيجوري مكان لوضع المبنى. فبالتالي هو بيقول ان انا عندي الاس سب 1 مبدئيا كده هنتكلم فيها لان في خطوتين عشان نحدد السيزميك ديزاين كاتيجوري. الخطوه الاولانيه ان احنا هنشوف قيمه الاس سب 1 لو كانت اكبر من بوينت 75 ساعتها هنخش على الريسك كاتيجوري. لو هي 1 2 3 ساعتها هتبقى السيزميك ديزاين كاتيجوري بتاعتنا اسمها ايه. اما لو هي 4 فساعتها هيكون السيزميك ديزاين كاتيجوري بتاعتنا اف. خد بالك احنا كده بنتكلم على الاس سب 1 لو كانت اكبر من بوينت 75. تمام. طيب لو الاس سب 1 كانت اقل من بوينت 75 فهو ساعتها هيحدد قيمه السيزميك ديزاين كاتيجوري طبقا للاس دي اس والاس دي 1. طيب خلونا نفهم النقطة بتاعة الاس دي اس والاس دي 1. قال لك ان انا عندي الاس سب 1 والاس سب اس هي بارامتر ليها علاقة باللوكيشن. يعني احنا مثلا لو بنتكلم على الكود السعودي هنتكلم على منطقة زي مكة، فمكة كلها ليها نفس الاس سب 1 والاس سب اس، ولكن نوع التربه نفسه ليه تاثير كبير على حاله الزلازل. فمش معقول ان انا يكون عندي مبنى متاسس على روك هعامله معامله مبنى مثلا متاسس على ساند، فالموضوع هيكون البيهيفير نفسه مختلف. فبيعمل تعديل موديفيكيشن على قيمه الاس سب 1 والاس سب اس بقيم اسمها الاف اي والاف في. الاف اي والاف في هم شغلتهم ان هم يدخلوا لي تاثير التربه معانا في الزلازل. تمام. بعدين بيبتدي يعدل كمان تعديل، الا هو ان هو بيضرب القيم بتاعتهم في 2 على 3، فبالتالي بيطلع لنا في الاخر قيمه الديزاين اكسلريشن. طيب فبنلاقي الكود بيتكلم ان لو قيمه الاس سب 1 كانت اقل من بوينت 75 فساعتها خلاص احنا هنركن الاس سب اس والاس سب 1 على جنب، وهنتكلم بيه الاس دي اس والاس دي 1 مع برضو الريسك كاتيجوري. اقدر احدد انا في اني منطقه زلزاليه A B C D وهكذا. طيب هنلاحظ حاجه مهمه قوي، ان الجدول ده ما فيهوش لا اي ولا اف. السيزميك ديزاين كاتيجوري كانت A و B و C و D و E و F. الاي والاف هم خاصين بالحاله الاولانيه، ان انا يكون عندي الاس سب 1 اكبر من بوينت 75. لو هو اقل خلاص انا كده بتكلم فيه من اول A لحد D، ما عنديش لا اي ولا اف. طيب ده تأثيره عليا ايه في شغلي؟ هو حقيقة الأمر ليه أكتر من تأثير. لو دخلنا على جدول 18/2 ده ACI، على جدول 18/2 هنلاقي إن هو طبقا لكل سيزميك ديزاين كاتيجوري بيقول لنا إن في اشتراطات معينة المفروض نوفيها. يعني هو الكود ال ACI لما بيبقى مديك شروط مثلا اريا ستيل مينيمم، مديك شروط كونكريت معينة، فهو عاملها طبقا لسيزميك ديزاين كاتيجوري ايه، إن ما فيهاش شروط. بس وانس ان انت بي سي دي اي اف فكل حاجه لازم تخش وتشوف ايه اللي هتعدله عندك في الديزاين، لان دي نقطه بتكون في غايه الاهميه. طيب ايه كمان نقطه مهمه قوي في الكود؟ لو رجعنا للاسكي هنلاقي احنا عندنا جدول 12/2/1. الجدول ده شهير جدا. انت طبقا للنظام الانشائي اللي انت شغال بيه هتحدد الار بتاعتك، هتحدد الاوميجا، هتحدد السي دي. دي فاكتورز بالنسبه لنا بتكون اسينشالي مهمه جدا. ولكن لو دخلنا على الجنب ده من الجدول فهنلاقيه بيقول لنا سيزميك ديزاين كاتيجوري، وفوق قايل لنا حاجه اسمها الاتش ان. الاتش ان ده ليميت للستراكشر هايت. فبالتالي انا بالنسبه لي لو جيت مثلا على حاجه زي الاوردينري رينفورسد كونكريت مومنت فريم فهلاقيه مديني القيم بتاعتي اللي قلنا عليها من شويه. بعدين هتلاقي هنا كده بيقول لك ان ال ان بي ان بي ان بي ان بي. طب ايه الكلام ده؟ لو نزلنا تحت الجدول بشويه هنلاقيه بيقول لنا ان ال equal not limited و NB معناها not permitted. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ not limited يعني ما عنديش limitation، ما عنديش حدود، اطلع بهايت زي ما انت عايز، ولكن NB معناها not permitted. فانا دلوقتي بتكلم على الاوردينري reinforced concrete moment frame، بتكلم على كاميرا وعمود. الكاميرا والعمود ما فيهمش اي تفاصيل زياده للتسليح، ما فيهمش تفاصيل قويه للتسليح. فبالتالي هلاقي ان انا في سيزميك ديزاين كاتيجوري بي، فانا ماشي مفيش مشكله، ممكن اقدر اطلع زي ما انا عايز. بس ان بي من بعد كده ان انا نوت بيرميتد ان انا استخدم النظام ده في سيزميك ديزاين كاتيجوري هتكون اعلى من كده.